السلام عليكم. أرجو أن تعطوا من البداية اهتمام كبير لهذا الحديث، لأن حديثنا اليوم مهم للغاية. فأرجوكم إني أطلب أن تأخذوا الموضوع بجدية وأن تبدأوا أن تعملوا عليه بدل من أن تسمعوه على أنه مجرد كلام. فيجب على كل من يسمع هذا الكلام يضع نفسه بموقع القائد ويبدأ بعمل ما بما يقال. هذا أفضل من أن تأخذوه على أساس إنه فقط كلام وكل واحد يقول في غيري هيعمل كده. لا، كلنا يجب أن نعمل به، وكل شخص يضع نفسه في موقع القائد ويعمل ويساعد، وبعد فترة قصيرة فقط سنجد أمتنا وشعوبنا تتقدم تقدما كبيرا، لأننا هنكون عقول كثيرة بتعمل وبتفكر. حديثنا اليوم عن المقاومة والمجاهدون. سيكون حديثنا اليوم عن دعم ومساعدة المجاهدون والمقاومة. بالله عليكم، كيف لا تدعمون وتساندون هؤلاء الأبطال من المجاهدين والمقاومين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم وأموالهم وبلادهم، تركوا كل هذا من أجل الجهاد في سبيل الله ومن أجل الدفاع عن بلادنا وديننا، وهم يفعلون كل هذا بدون أي أدنى مقابل. فهم يفعلون هذا من أجل الشهادة أولا، ثم الكرامة، ومن أجل حياة أفضل للأجيال القادمة. بالله عليكم، ألا تخجلون من أنفسكم والمجاهدون في جبهات القتال والموت ولا يوجد شخص واحد يدعمهم أو يساندهم؟ ألا تخجلون؟ أما أصابكم يا أمة محمد، ما أصابكم يا عرب. أولا، حديثنا اليوم سيكون عن دعم المقاومة والمجاهدون. فأنتم لا تعلمون كيف يضحون هؤلاء الناس بأرواحهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون في هذه الدنيا. يجب أن ندعم هذه المقاومة بشتى الطرق، ويجب أن تعلموا أن المقاومة هي عمادنا، ومن غيرها لتفرغ أعداءنا لإبادتنا. ولذلك يجب أن يكون الداعمين للمقاومة هي الشعوب والناس والأمة بأكملها، ولا تقتصر فقط على الحكام أو الحكومات، مع إن مفيش حكام ولا حكومات بيدعموا المقاومة إلا قليلا. هيا بنا ندخل في المهم. المقاومة تحتاج إلى دعمنا. علينا أن ندعم المقاومة بالفعل وبالمال وليس بالكلام فقط. فكلما استشهد مجاهد يخرج بداله 1000 يجاهدون، ولكن هؤلاء الناس يحتاجون إلى دعمنا المالي. فإذا امتلكت المقاومة المال ستكون قادرة على شراء أحدث الأسلحة بدل من الرشاشات التي انتهى عمرها الانفرادي. ويمكن كمان لو معاهم مال يمكن يقدروا يشتروا طيارات، ويمكن كمان ربنا يسهل وتبقى أسلحة فتاكة تفتك بالعدو. هيا بنا نعطي مثال عن الشعب المصري فقط. يوجد حوالي 80 مليون شخص. لو اتبرع كل شخص في السنة على الأقل بجنيه واحد للمقاومة، سيكون في يد المقاومة 80 مليون جنيه. بهذه الأموال سيكونون قادرين على تطوير أسلحتهم وشراء أسلحة وصواريخ جديدة وأسلحة دفاع وهجوم جديدة، ويمكن كمان طيارة ولا حاجة. لو في فلوس ولا العدو ولا غيره هيقدر يمنع المقاومة من شراء طائرات، صدقوني. احنا دلوقتي اعطينا مثال عن الشعب المصري فقط، وما بالك عن كل الدول العربية والإسلامية. لو كل واحد تبرع بما يعادل جنيه في السنة ممكن نعمل ايه؟ هيبقى عندنا أقوى وأفضل جنود الأرض ومعاهم أحدث التكنولوجيا والأسلحة.
مش مكسوفين، والشعوب الغربية وخاصة الأمريكية بيتبرعوا كل يوم بالملايين الدولارات من أجل إسرائيل، وأنتم مفيش واحد اتبرع للمقاومة. ابقوا شوفوا التبرعات اللي بتيجي بس من الشعب الأمريكي إلى إسرائيل قد إيه. خلينا نخش في الأهم، إزاي هندعم المقاومة بالمال، ومفيش طريقة محددة ندعمهم بيها، ولا في حاجة نتوجه ليها لدعمهم. مفيش جهة يعني نتوجه ليها لدعمهم. هنا بتكمن المشكلة، وعلشان نحلها لازم الأشخاص السياسيين وأبطال الدعم المقاومة أن يتحدوا وأن يؤسسوا صناديق للتبرع، ويكونون حسابات في البنوك من أجل التبرع. فمشروع الدعم للمقاومة يتركز الآن في أيدي عدة أشخاص، ولذلك إني أدعو السياسيين والأبطال والناس من عامة الشعب من كل الدول إلى التحرك. إحنا بس اللي عايزينه شوية سياسيين محترمين من كل دولة، ويكونوا لا يخافون إلا الله، ويكونوا مجموعات، وبعد كده يرسموا خططهم اللي هم عارفينها، ويعملوا على تنسيق مع كل الجهات، ثم يعلنوا عن فتح باب التبرع للمقاومة. يبقى أنا برجو الناس المحترمة اللي من الدول المختلفة أن يكونوا مجموعات لدعم المقاومة، ودوت لازم يكون عن طريق فتح حساب في البنك حتى لا يحدث سرقة. أو حتى ممكن مجموعة من السياسيين أو الناس يختاروا أشخاص للقيام بهذه المهمة، ويعرضوا عليهم للقيام بهذه المهمة، وبإذن الله هيوافقوا. ولازم كمان تدوروا على أي طريقة تدعموا بيها المقاومة. مش معقول هتفضلوا مستنين لحد ما يتأسس جهات تبرع. وكمان أول ما الناس اللي هتعمل يعني على جمع التبرعات والعمل على هذا، يجب أن نضع إليهم مرتب مجزي علشان نخليهم يتفرغوا لجمع التبرعات فقط. مش بس كده، هم كمان لازم يقسموا على المصحف ان مفيش اي عملية غش او سرقة هتحصل، ويمضوا على ورق ان لو حصلت اي عملية سرقة سيتم محاسبتهم امام القانون محاسبة شديدة. ولازم يكون فيه جهة واحدة بس يتجه اليها الجمهور للتبرع حتى لا يحدث سرقة. وأنا أرشح بأن يكون بحساب في البنك باسم المجموعة اللي هتعمل على جمع التبرعات، لأن في البنك سيكون عليهم رقابة، وهنقدر نعرف كام دخل وكام خرج. أنا عارف إن الدعم للمقاومة في شعوبنا شيء صعب، ويمكن أن يكون من المستحيل وسط الحكام والحكومات الظالمة التي سترفض هذا، وبتسمى المقاومة بالإرهابيين والمنظمات المحظورة. جمع التبرعات للمقاومة شيء صعب في ظل الظلم والاستبداد اللي في بلادنا، لأن الحكام مش هيسيبوا حد يعمل كده، وغالبا هيعتقلوا أي حد يحاول يعمل كده. علشان كده أنا قلت اللي يلموا التبرعات يكونوا سياسيين، علشان هم فاهمين هيعملوا ايه وازاي هينوروا حكوماتهم، ومن اني طريق هيخش لهم، ويكونوا قادرين على استحمال المصاعب اللي هتواجههم، او على الاقل اللي هيكون في الواجهة لازم يكون سياسي عشان يقدر يناور الظلم والطغيان. ايها الناس، احنا مصير نصرنا وتقوية مقاومتنا في ايدي ناس اللي هتنظم عملية جمع التبرعات. انتوا بس ابتدوا وهتشوفوا اصحاب الخير هيبقوا وراكم قد ايه. وعلى فكرة انا مش بتكلم هنا عن المقاومة في فلسطين فقط، انا بتكلم عن المقاومة في جميع الدول الاسلامية مثل العراق، فلسطين، افغانستان، كل مكان يوجد فيه مقاومة. يا جماعة لازم نبتدي بجمع التبرعات من نفسنا، لأن المقاومة عمرها ما هيجوا يسألوا حد على دعم. لازم احنا نحس بيهم من نفسنا ونساعدهم، ونروح لحد عندهم ونسألهم
ازاي هيتلقوا الدعم. مثلا ممكن المقاومة تفتح حساب سري في سويسرا، وبعد كده اللي بيلموا التبرعات يرسل لهم الدعم على هناك، او نكلف دولة بها حاكم عادل نرسل ليها الفلوس ديت، وبعد كده يدوها للمقاومة، وبعد كده يشتروا بيها سلاح. وخلي بالكم الموضوع صعب، وخصوصا ان العدو مش هيسمح لحد يعمل كده. وممكن لو كل الكلام دوت كله فشل، ممكن ننظم مع المقاومة لفتح حساب سري بنكي على الانترنت، واحنا نتبرع عن طريق كريدت كارد على طول عن طريق الانترنت، ودوت محدش هيعرف يوقفه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.